طبعا النهارده ماتش الاهلي وبالميراس ده الحدث الاهم عند كل الاهلاويه في العالم كله، من ضمنهم انا. طبعا انا مش عايز ارفع سقف توقعاتي، لان انا للاسف في كاس العالم للانديه او في الانتر كونتيننتال مع الاهلي دايما برفع سقف توقعاتي لفوق، وللاسف ما يعني الموضوع ده بيجي مش في صالحنا، لاننا بناخد على قفانا في الاخر. للاسف بقى ان احنا بناخد على قفانا بايه؟ بنتائج برضو، يعني سيناريوهات عجيبه، يعني ضربات جزاء دايما 1-0، زي ماتش انتر ميامي الماتش اللي فات كده، ضيع ضربة جزاء بمنتهى السذاجة. فللأسف يعني، بس أنا أتمنى إن الأهلي يعمل نتيجة إيجابية. يعني أنت لو عملت ماتش حلو والنتيجة إيجابية، طبعا إحنا يعني أنت هتفرحنا كلنا، وعندنا ماتش بعديه اللي هو بورتو وإنتر ميامي. المفروض إن لو الماتش ده إن شاء الله خلص بنتيجة إيجابية للأهلي، نتمنى إن بورتو وإنتر ميامي يخلص تعادل برضو علشان يبقى لصالح الأهلي. هو كده كده الماتش الأول في المجموعة لكل الفرق خلص تعادلات، فالفرق كلها عندها نقطة واحدة، فالمجموعة طبعا كده كده كله عنده فرص للتأهل، فكله هيبقى عايز يكسب، وكل الفرق المفروض ان هي تأدي احسن حاجة عندها. فنتمنى ان شاء الله ان الاهلي في ظل الاصابات اللي عنده ينزل. برضو عندنا فرقة حلوة، ينزل مش خايف، ينزل واقف على رجله، ينزل عامل حسابه للماتش ويأدي ماتش حلو، وان شاء الله نعمل نتيجة ايجابية ونفرح كلنا النهاردة ان شاء الله بالليل.